عليكم قصه الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، حينما علم انه كل حاجه يفتي فيها يفتي قال لك ده ايه ده؟ فواحد ضاع منه فلوس كان عاينها في ارض فنسي، كان خايف عليها ففحر في الارض وحطها، وبعدين جه السيل عمل الارض كده، ما عرفش الحته اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع، ما عرفش، فراح لابو حنيفه قال له يا امام انا كان معي مال وبعد ذلك حفرت حفره وحطيت المال فيها وردمت عليها وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش. قال له طب هي دي فيها علم؟ طب نلاقيها في باب ايه دي بقى؟ في باب الوضوء ولا في باب الصلاه ولا في؟ قال له يا بني ليس في هذا علم ولكني احتال لك، يعني يعمل ايه؟ حيله علشان اذهب الليله بعد صلاه العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر، وتبقى تجيني بعد صلاه الفجر تقول لي ايه اللي حصل. فشويه وهم في صلاه الفجر التفت لقى الراجل دخل متهلل، يا امام لقد وجدت المال. قال له ازاي وجدت؟ قال والله انا وقفت للصلاه وبعدين وقفت اصلي وبعدين تصورت تقول ده هي كانت الحته الفلانيه بينها وبين الحته الفلانيه كذا ومش عارف كذا، رحت طالع على الحته وفحت لقيت الفلوس، فضحك الامام وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وهيدي لك علشان يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه؟ يبقى احذروا لها معنى ولا لا؟ احذروا.